كابتن خليفة يحب يقول لي النهارده ايه بعد ما كسب اللقاء اليوم؟ انا كسبت النتيجه، فايز عليه ب 4-0. النتيجه كام يا حكم؟ 4-0. ولغايه جون عشان كابتن حماده اتعور. 4-0 فاز عليه هو ب 4-0. عشان لما اقول لكم ان انا هفوز عليه تبقوا تصدقوا الكلام. ايه ردك على الكلام ده يا عم خالد؟ رد، انت طبعا شايف اللعيبه اللي هو جايبها كلها تحت ال 20 سنه. هم لحظه بس، انت مش انت اتكلمت يا كابتن محمد؟ سيبني بقى اعقب بقى. هم جايب لي 5 6 لعيبه كلها تحت السن 20 سنه 22 سنه، واحنا اللعيبه كلها بتاعتنا متوسط 40 سنه 50 سنه، فطبيعي لازم نكسب. فعادي مش مشكله، تعوض الماتش الجاي ونجيب له برضه شباب صغيرين برضه 20 سنه ونكسبه باذن الله ان شاء الله. كابتن خليفة النهارده كابتن خالد علي لما كان في الملعب كان متعادل مع حضرتك، هو ما طلع حب يسيب لك يهولك الماتش ولا ايه رايك؟ انت ايه رايك في اداؤه النهارده؟ لا مفيش حاجه اسمها ساب الماتش، وانا هو بيتكلم على اللعيبه الصغيره. وثلاث ارباع لعبه اللي عندنا ما شاء الله تبارك الله ما جوش الملعب النهارده خالص. فاحنا انا مقدم لك الفوز ده يعني جبر خواطر. معاك سعد ومعاك حماد. انا مقدم لك الفوز ده جبر خواطر لكل مشجع الزمالك وجبر خواطر. لا استنى بس والله من هنا خد دي استنى، جبر خواطر عشان الشعار بتاعك ده هو ماشي. دي الزمالك هي اهي. كابتن خليفة مين رجل المباراة النهارده من وجهة نظرك؟ خالد الزكي ومحمد عبد الستار. والفريق الثاني؟ حماده وسعد. طبيعي. انت بقى بتجامل بقى. لا انا بعترض على محمد. لا احنا فريقنا النهارده ما جاش صراحه، فريقنا ما جاش النهارده بصراحه يعني. لا يا احسن ده مش شعار. لا كان حلو. فريقنا النهارده ما كانش بيلعب بروح الفليمه. كابتن رضا ايه ده يا ابني؟ مش كده. كابتن رضا ابو فرح النهارده هو اللي كان نجم المباراة النهارده. لا بس مش مستواه النهارده برضه، هو عنده احسن من كده بكتير. وبعدين ما لعبوش بروح الفلنه، هم لو كانوا لعبوا بروح الفلنه النهارده كنا كسبناهم كتير. بس هنقول له برضه في الاول والاخر دولت اخواننا الزملكاويه، وياما ما خسروا ياما زعلوا فبنقول له الف مبروك النهارده، وانا بقدم لك الفوز ده. عامه يا كابتن النهارده لا الدليل ايه؟ بيقول النهارده من احسن من نجوم الماتش. ازاي من نجوم النهارده؟ نتمنى الاول لمنتخب مصر النهارده الفوز ان شاء الله. نتمنى له الفوز النهارده على منتخب غانا ويتاهل ان شاء الله، وده اهم حاجه عندنا. وبعدين ياما ما كسبت خليفه مش هتفرق معانا النهارده، اهم حاجه النهارده المنتخب، اهم حاجه المنتخب النهارده يفوز ان شاء الله يعني باذن الله. واللي قبله باذن الله شهر 1 12 اللي فاز عليه باذن الله. تعال 16 توقعاتك النهارده الماتش غانا 2-0 غانا باذن الله 2-1 لمصر. غانا ان شاء الله. لا غانا لا بس عايز محمد صلاح ما يلعبش مكان محمد قدوس ونيكولاس ونيك ويليامز. لا صلاح ومصطفى محمد باذن الله. لا حرام عليك. شكرا يا حبيبي.